كان آخر تون حفظته وهو من سورة الفتح، حيث كنت أقرأ ثم أبكي، أقرأ ثم أبكي، أقرأ ثم أبكي، وبكيت حتى انفطر قلبي. بعدها سجدت ودعوت، ثم رأيت أبي رحمه الله تعالى أمامي، فقلت له: رحمك الله يا أبي وجعلك من أهل الجنة. قلت له: أنا سائرة في دربك يا أبي. بعدها عانقت أمي وبكينا، ولا زلت لحد الآن عندما أتذكر تلك اللحظات أشعر وكأنني أعيشها الآن. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلني من أهل الله وخاصته. وهذه نصيحتي لكم يا أخواتي: كونوا حافظين لكتاب الله، وسيروا في الطريق الصحيح، ومروا بسوق السعادة، وأبداً أبداً لا تتركوا الصحبة الصالحة، لأنها نجاتكم في الدنيا والآخرة. كلام الله نما فينا بنهضة روح ومعينا، صبت في القلب لتسقينا، تزدنا هديا ويقينا. رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار، شق طريقه بين الملا نحو الوقار. رحلة خاتم نحو العلا عين الفخار، شق طريقه بين الملا نحو